في هذا الفصل ساق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى خلاصة عن غزوة أحد، وهي في السنة 3 من الهجرة في شهر شوال، وهي معركة عظيمة كانت إلى جوار المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ناحيتها الشمالية إلى جهة جبل أحد، وهو الجبل المعروف الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: جبل أحد يحبنا ونحبه. فإلى قرب هذا الجبل وقعت هذه المعركة بين المسلمين والكفار، واشتهرت بغزوة أحد لكونها وقعت إلى جوار هذا الجبل المعروف الكائن شمال المدينة. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هنا خلاصة نافعة تتعلق بهذه الغزوة التي أعز الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين، وأيدهم سبحانه وتعالى بتأييده، وميز فيها المؤمنين من أهل النفاق، لأن كما عرفنا سابقا بعد غزوة بدر التي وقعت في رمضان في السنة 2 من الهجرة، صار على إثرها للمسلمين شوكة، ولهم قوة، ولهم هيبة. فبدأ بعد هذه الغزوة بدأت تظهر ظاهرة النفاق، وأصبح بعض الذين في المدينة ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم أعلنوا الإيمان ظاهرا، مع إخفاء ما يبطنونه من الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المعركة، معركة أحد، في السنة 3 ممحصة ومميزة لصف المؤمنين، ومبينة لحال من كان يظهر الإيمان ولكنه في الباطن لا يبطنه ولا يبطن نصرة الدين. ولهذا سيأتي أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين انخزل عن الجيش لما تحركوا إلى جهة جبل أحد، ورجع بعدد كبير ممن معه ناكصين عن نصرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة حديثه عن هذه الغزوة، قال: وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم، وميز بها بين المؤمنين والمنافقين. وميز بها أي بهذه الغزوة العظيمة المباركة بين المؤمنين والمنافقين. قال: وذلك أن قريشا حين قتل سراتهم ببدر، وسرات بفتح السين أي خيارهم وكبراءهم وأشرافهم ومقدموهم، لما قتل سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، أي أن المصاب الذي أصابهم في غزوة بدر مصاب كبير، ولم يكن لهم في حساب، بل كانوا يتصورون كما كان يتصور زعيمهم أبو جهل الذي قتل في تلك الغزوة أنهم سيأتون إلى بدر ويقيمون فيها 3 أيام يشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم المعازف، ثم يرجعون إلى مكة وتهابهم العرب. هذا الذي كان في حسبانهم وظنهم، لكنهم هزموا في تلك المعركة شر هزيمة، وقتل كبراءهم وسراتهم ومقدموهم. ولهذا رأس أبو سفيان قريشا
وصار هو القائد والزعيم في أحد والخندق. قال: وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب، وهو صخر بن حرب القرشي، رأس كما عرفنا المشركين يوم أحد ويوم الخندق. ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فأسلم يوم فتح مكة. قال: لعدم أكابرهم، يعني رأس أبو سفيان سبب أنه أصبح رأسا وقائدا وزعيما أن أكابرهم هلكوا في غزوة بدر الكبرى. قال: وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه. جاء كما عرفنا ب200 فارس من قريش، أراد أن ينتقم، وجاء إلى أطراف المدينة من جهة نجد من جهة الشرق، ونزل في العريض الوادي المعروف عند سلام بن مشكم، وآواه تلك الليلة وأطعمه وبطن له من خبر الناس. ثم لما أصبح قطع أسوارا أشجار النخيل في المدينة في تلك الجهة، ووجد رجلا من الأنصار قتله مع حليف له، ثم كر فارا إلى مكة. لكن ذلك لما ينل به بغيته، بل إن الذي حصل أنه نذر به الناس ولحق به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ففر هاربا، وأخذوا يلقون أزودتهم، وكان جلها السويق، فعرفت تلك الغزوة بغزوة السويق. فلما ينل ما في نفسه، يعني في هذا المجيء، فأخذ يجمع ويجند الجنود لغزو المسلمين في المدينة. قال المصنف: شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله. يؤلب أي يحرض الناس، يحرض الكفار على مقاتلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، جمع قرابة 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش. والحلفاء جمع حليف، وهو المحالف على النصرة، أي من كان محالفا قريشا على النصرة. فجمع من قريش، وأيضا جمع من حلفائهم أي ممن حالفوهم على النصرة، وكذلك الأحابيش. قال ابن إسحاق في سيرته، قال: الأحابيش هم بنو الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة، والهون بن خزيمة ابن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام في التعليق على كلامه هذا، قال: تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش. وكان تحالفهم في واد يقال له الأحبش بأسفل مكة، فنسبوا إليه. قال ابن كثير رحمه الله: وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا. جاءوا بنسائهم لئلا يفروا. ومهمة النساء في هذا المجيء تحريض الرجال على القتال، وأيضا إذا علم الرجال أن نساءهم معهم وأنهم إن هزموا فنساءهم على خطر، فإن هذا مما يزيد في إقدامهم وعدم إحجامهم. فجاءوا بالنساء لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين. وهذا الاسم عينين هو اسم الجبل الذي يقع عن جبل أحد من جهة الجنوب، يعني من جهة المدينة.
وعرف هذا الجبل فيما بعد بجبل الرماة، عرف فيما بعد بجبل الرماة، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا جماعة من المسلمين أن يكونوا على هذا الجبل يحرس المسلمين من جهة الخلف. فجاءوا إلى هذا المكان، يعني قريبا من هذا الجبل أو قريبا من ناحية هذا الجبل، جبل عينين، وذلك قال في شوال من السنة 3 أي للهجرة. نعم.